أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد وهنناقش فيه أهم المستجدات الموجودة معانا في الأسواق بشكل سريع. طبعا كلنا شفنا امبارح مع بداية جلسات الأسبوع شفنا تراجع كبير جدا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية وبعض الارتفاعات بالنسبة للدولار الأمريكي ومحافظة الذهب تقريبا على نفس المستويات اللي بيتداول فيها بدون ما يكون عندنا أي تغيرات كبيرة. لكن خلونا نتكلم عن نقطتين مهمين جدا موجودين معانا في الأسواق في الوقت الحالي وهما المسيطرين على الأسواق بصورة كبيرة جدا. أولهم طبعا هو انتظار الأسواق لنتائج شركة انفيديا. النتائج دي هيتم إصدارها يوم الأربعاء القادم بعد إغلاق الجلسة الأمريكية، وتعتبر أهم نتائج بتنتظرها الأسواق في الوقت الحالي. طبعا كلنا عارفين إن انفيديا تعتبر هو السهم الأكثر تأثيرا على أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة أو خلال الفترة الأخيرة بشكل عام، وهو أكتر سهم نقدر نقول إن هو بيدعم الأسواق في عمليات الصعود المستمرة معانا خلال الفترات الأخيرة، وهو كمان هو اللي بيعطي الثقة بالنسبة لطفرة الذكاء الاصطناعي أو الطفرة اللي بتشهدها الأسواق بسبب الذكاء الاصطناعي. الفكرة كلها إن الأخبار دي بتأتي في وقت يعني كتر فيه الكلام جدا حول فقاعة في أسواق الأسهم الأمريكية وفي الأسهم التكنولوجية تحديدا، وبالتالي النتائج دي هتكون حاسمة. يا إما هتأتي نتائج جيدة وموافقة أو متوافقة مع التوقعات الموجودة في الأسواق، وبالتالي تهدئ شوية من نبرة الحديث عن فكرة إن إحنا عندنا فقاعة في الأسهم التكنولوجية أو أسهم الذكاء الاصطناعي تحديدا. يا إما هتأتي النتائج متراجعة، وقتها هتزداد الفكرة دي أو هتتعمق الفكرة دي في الأسواق، وهتبتدي الأسواق فعلا تخاف من ده وتسعر ده، وهيبتدي يكون عندنا بعض التراجعات في الأسواق، والخوف كله في عملية التراجع دي. ليه بقى؟ لأن عملية التراجع دي لو بدأت وأدت إلى حالة من الهلع أو حالة من الذعر بين المستثمرين هتؤدي إلى عمليات بيع قوية جدا. عمليات البيع القوية دي قد تؤدي إلى انهيار في أسواق الأسهم حتى لو الأرقام ما بتشيرش لده. يعني لو حصل عندنا حالة من الخوف والناس ابتدى يكون عندها قلق فالناس ابتدت تبيع، فهنشوف تراجع قوي جدا في الأسواق حتى لو الأرقام ما بتشيرش لده بشكل كبير جدا. فالأسواق في الوقت الحالي نقدر نقول إن جانب كبير جدا من المؤثر الرئيسي على الأسواق هو فكرة تفاؤل أو تشاؤم المستثمرين الموجودين في الأسواق، والتشاؤم أو التفاؤل ده هيزداد أو هينخفض مع نتائج انفيديا القادمة. انفيديا محتاجة تثبت قوتها، تثبت استمراريتها بشكل كبير، لأن ده التحدي الأكبر اللي بيواجه الشركة في الوقت الحالي، إن هي تقدر تستمر على نفس الوتيرة من النمو مع كل نتائج فصلية بتعلنها الشركة. وبالتالي شفنا الأسواق بتتراجع بشكل كبير جدا خلال تداولات الأمس، وأعتقد أن التراجعات دي هتستمر معانا لحين إعلان النتائج، لأن حالة الخوف في الوقت الحالي هي أكبر من حالة التفاؤل بشكل كبير جدا. النقطة الثانية هي فكرة البيانات الاقتصادية الأمريكية، وحتى الآن عندنا حالة كبيرة جدا من التضارب بشأن البيانات الاقتصادية. الفترة اللي كان عندنا فيها الإغلاق الحكومي اللي كان أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن يتم فيه إعلان أهم نتائج بتنتظرها الأسواق، وهي نتائج سوق العمل الأمريكي. النتائج اللي بيتم اتخاذ بناء عليها قرارات الفائدة الأمريكية أو بيتم خفض الفائدة الأمريكية لدعم أرقام سوق العمل الأمريكية اللي كانت بتتراجع بشكل قوي قبل الإغلاق الحكومي. إحنا بقى عندنا قرار فائدة قادم في شهر ديسمبر، كان متوقع فيه إن يتم خفض الفائدة ب 25 نقطة أساس. التوقعات دي ابتدت تتراجع بعد ما كانت بأكتر من 95% بقت ب 70% بقت ب 50%. فبالتالي التوقعات تراجعت بشكل كبير جدا إن يكون عندنا عملية خفض. طيب سبب تراجع التوقعات دي ان الفدرالي الامريكي ما عندوش ارقام يقدر يبني عليها عمليه خفض جديده للفائده. يعني ما يقدرش يقول عندنا ان ارقام سوق العمل الامريكي مستمره في التراجع عشان كده انا خفضت الفائده، وما يقدرش يقول ان ارقام سوق العمل اتحسنت وبالتالي انا هثبت الفائده. في نفس الوقت عنده مشكله التضخم ما زالت مستمره. مشكله التضخم او التضخم عند مستويات ال 3%، عندنا حاله كبيره من الخوف في الاسواق ان يستمر ارتفاع التضخم. تصريحات الفدرالي بتقول ان ارتفاع التضخم هو ارتفاع مؤقت نتيجه
التعريفات الجمركية اللي تم فرضها خلال الفترات الأخيرة، لكن الأسواق ما بتشوفش ده، الأسواق شايفة التضخم مستمر في الارتفاع، شايفة إن إحنا بنبعد عن هدف الفيدرالي إن هو عند مستويات ال2%، شايفة كمان إن فكرة هدف ال2% أصبحت غير واقعية، إحنا بنقول إن إحنا عندنا هدف 2% لكن حقيقةً إحنا ما بنوصلش للهدف ده، وبالتالي الأسواق أصبح عندها عملية شك في فكرة إن أنا أصلًا مركّز على سوق العمل الأمريكي ومتجاهل أرقام التضخم، والأسواق ابتدت تفكّر إن أنا لازم أركّز على التضخم، وهاعمل إيه لو كان عندي تراجع في التضخم وعندي تراجع في سوق العمل الأمريكي في نفس الوقت، وقتها إيه هيكون قرار الفضائي الأمريكي خلال الفترات اللي جاية، فدي برضه مؤدية إلى حالة من عدم اليقين وحالة من الضبابية في الأسواق، أدت إلى التراجعات اللي بنشوفها في أسواق الأسهم الأمريكية. الدهب بقى واقف على الحياد، الدهب منتظر عملية خفض الفائدة عشان يبدأ يرتفع، أو إن ما يكونش عندنا عمليات خفض الفائدة، وبالتالي يكون عندنا عمليات ثبات عند المستويات الحالية أو بعض عمليات التراجع. نقدر نقول إن ده تأثير عمليات البيع القوية اللي كانت موجودة أو اللي بدأت من القمة التاريخية اللي تحققت، نقدر نقول إن التأثير ده توقف، لكن في نفس الوقت الدهب أصبح على الحياد، أصبح متذبذب بشكل كبير جدًا بين منطقة فاصلة مهمة جدًا، وهي مستويات ال$4000 للأونصة الواحدة حتى مستويات ال4200. المنطقة دي نقدر نقول إن إحنا هبطنا من عند القمة التاريخية، لكننا في نفس الوقت لم نستطع كسر منطقة الدعم النفسية عند مستوى ال$4000، وبالتالي ده ما زال بيدّي الفرصة لعمليات صعود الفترات اللي جاية. عندنا الطلب من البنوك المركزية ما زال مستمر، لكن الفكرة كلها في شكل تحركات الفيدرالي القادمة. وعندنا نقطة مهمة جدًا، لو ما كانش عندنا خفض الفايدة وكان عندنا انهيار للأسهم، قد يأتي ده أيضًا في صالح أسعار الدهب، يعني مش شرط إن إحنا لو ما كانش عندنا عمليات خفض إن الدهب يتراجع، لأ، ممكن ما يكونش عندنا عمليات خفض والدهب يرتفع بشكل كبير جدًا نتيجة حالة الخوف اللي ممكن تحصل وقتها في الأسواق بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. فدول يعتبروا أهم موضوعين مسيطرين على الأسواق. ونقطة أخيرة قبل ما أختم، البيانات الاقتصادية الأمريكية حتى الآن عندنا حالة كبيرة جدًا من الضبابية، يعني كان عندنا بعض الأحاديث إن حصل عملية rescheduling أو إعادة جدولة لمواعيد البيانات الفترة الجاية، لكنها غير واضحة. كان عندنا كمان فكرة أو بعض التصريحات إن البيانات أصلًا أثناء الإغلاق لم يتم تجميعها، وبالتالي هيكون من الصعب جدًا إن إحنا نحصل على أرقام دقيقة للمنطقة أو للوقت أو للفترة الزمنية اللي كان موجود فيها الإغلاق الحكومي، وهيكون من الصعب جدًا تجميعها في الوقت الحالي، وبالتالي حالة من الضبابية كبيرة جدًا في أسواق العمل. أعتقد إن إحنا هنحتاج شهر و2 و3 لحد ما نقدر نكوّن رؤية جديدة وصورة جديدة بالنسبة لوضع سوق العمل الأمريكي خلال الفترة القادمة. فده كان فيديو اليوم، أتمنى لكم كل التوفيق، وهنكون موجودين معاكم في فيديوهات تانية لمتابعة السوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.